وصفة النهاردة الغريبة. عملت معاكم الكحك وعملت معاكم البيتي فور وكانوا ناجحين جدا. هعمل معاكم النهاردة بقى الغريبة. انتوا عارفين ان الغريبة من اسهل الحلويات العيد اللي ممكن تعمليها. هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وانتوا عارفين ان الغريبة بثلاث مكونات بس. تعالوا بقى نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا قلت لكم النهارده ان هي بثلاث مكونات بس، هعملها لكم النهارده بطريقة مثالية جدا. هجيب هنا البولة دي، احط فيها كوبايتين من السمنة وعليهم كوباية من السكر البودرة وعليهم رشة ملح. تمام زي ما انتوا شفتوا كده. هقلب كل المكونات دي بالمضرب الكهربائي لغاية لما توصل للون الفاتح ده. بعد كده هنزل معلقة صغيرة من الفانيليا، وياريت الفانيليا تكون البودرة اللي هي لونها ابيض، بلاش اللي هي الغامقة اللي هي السايلة. تمام علشان ما تغمقش معاكي الغريبة. بقلب تاني بالمضرب الكهربائي بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام بفضل اقلب كده كويس لغاية برضو لما ادخل المكونات مع بعض. هستخدم النهاردة في الغريبة 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق هنزله هنا بالتدريج. اول كوباية نزلتها وبقلب كده بالسباتيولا. تمام خلاص احنا هنشيل بقى المضرب الكهربائي وهنقلب في المرحلة دي بالسباتيولا. بنزل الكوباية التانية، وعلى الكوباية التانية هنزل معلقة كبيرة من الكاستر. جربوا تحطوا كده معلقة من الكاستر على الغريبة، هتفرق جدا في الطعم. هنزل كمان معلقة كبيرة كده هرمية من اللبن البودرة، واللبن البودرة يا جماعة بيخليها غنية وطعمها يجنن احسن من المحلات كمان. بقلب كل الكلام ده مع بعضه، المكونات البودرة اللي احنا حطيناها بقلبها كده تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم انا بقلب النهارده كده بالسباتيولا. تمام بعد كده حبايبي هنزل تالت كوباية من الدقيق. زي ما قلت لكم احنا هننزل الدقيق بالتدريج. تمام وهقلب برضو الدقيق كده في باقي المكونات. اخر كوباية هحطها وهدخل بقى ايدي واعجن الغريبة. ما تخافوش خالص يا جماعة، احنا هنعجنها كويس جدا لمدة 3 أو 4 دقايق كده، علشان كل ما تعجنيها كل ما تطلع كويسة كده معاكي وما تشققش بعد ما تستوي. تمام وما تقلقيش خالص، احنا مش حاطين فيها سوائل. تمام بتتأكدي بقى ان هي ناجحة لما تعملي كده، يعني لما تعمليها كرة وتضغطي عليها كده بصباعك، ما تعملش اي تشققات، تبقى هي كده ناجحة معاكي. بصوا هي كده ناجحة خلاص. تمام ويا ريت السمنة اللي انتوا هتستخدموها في الغريبة يعني ما تكونش سايحة قوي، ما تكونش سايحة، يعني خلوها كده متجمدة شوية. تمام بعد كده حبايب قلبي بعمل بقى كور صغيرة كده زي ما انتم شايفين. ما تكبريش الكرة قوي علشان لسه هتكبر معاكي في الفرن شوية. بعد كده بجيب بقى الخرز الملون. طبعا انتوا عارفين ان هو بيتحط اصلا، هو اصلا مخصص للغريبة، بيخلي شكلها حلو قوي في التقديم. طبعا مش عايزين، مش متواجد عندكم او تقدروا تستغنوا عنه وتحطوا اي حاجة، او ممكن تسيبوها كده عادي مفيش اي مشكلة برضو. ممكن تحطوا اي مكسرات من بتاعة رمضان. انا كان عندي بقى اللون هنا الذهبي واللون الفضي من الخرز ده اللي هو بتاع الاكل ده، يعني بتجيبيه من عند بتاع خامات الحلويات. تمام بعد كده حبايبي بتكون ايدي الفرن على درجة حرارة 150 قبل ما تحطي الصاج كده ب10 دقايق. انا عايزة الفرن يسخن الاول، ما تحطهاش في فرن بارد وما تحطهاش وتقيدي الفرن، لا سيبي الفرن يسخن كده شوية. تمام بعد كده حبايبي بسيبها في الفرن بقى لمدة ربع ساعة. ربع ساعة هتطلعيها هتبقى بالقمر اللي انت شايفاه ده. شايفين الحلاوة، شايفين الجمال. حسب الفرن بتاعك بقى، ممكن تسيبيها ربع ساعة ممكن تسيبيها 3 ساعة. المهم تكوني قايدة الفرن قبلها وما تعليش درجة الحرارة قوي عشان ما تاخدش لون بسرعة وتكون لسه ما استوتش من جوه. درجة حرارة 150. تمام بتاخد بس اللون الذهبي من الأرضية اللي انتوا شايفينه ده. وانتوا عارفين ان هي انا مش محتاجة ان هي تاخد لون احمر ولا ذهبي ولا اي حاجة، هي لونها بيبقى ابيض كده. تمام شايفين بقى الحلاوة. عايزة اقول لكم هي دي الغريبة اللي بتدوب في البق، يعني بصوا احلى من المحلات وتحدي. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. بحبكم قوي، مع السلامة، باي باي.